ورجعنا لكم تاني متابعي افلام الخمسينة الكرام، وبنشكركم على دعمكم المتواصل لينا، وان شاء الله مستمرين معاكم وبيكم. لايك شير سبسكرايب ويلا بينا علشان ندخل على ملخص الفيلم الجامد ده. بيبتدي فيلمنا في فندق في مدينة الانسفينيا، وحاليا بقى بنشوف واحدة من عمال النظافة اللي في الفندق اللي اسمها سبرينج، واثناء ما كانت شغالة حست بحركة غريبة حواليها في المكان. ومش بس كده، لا دي لقت المكنسة الكهربائية كمان فصلت لوحدها مع ان الكهرباء لسه شغالة. وبسرعة بتروح سبرينج عند الفيشة، والغريب ان السلك مقطوع والدنيا هادية جدا. في نفس الوقت ده بيدخل عليها واحد من عمال الصيانة في الفندق واللي اسمه بين، فبتترعب أول ما بتشوفه. على العموم بتسأله عن قطع السلك، فبيقول لها تلاقيه من الفيران، وده لأن في فيران كتير جدا في المخزن. وهي بعد ما مشي بتاخد بعضها وفي طريقها للمخزن علشان تحط حد للموضوع ده، علشان النزلاء كمان ما ينزعجوش. والصدمة هنا إنها فجأة رجعت تاني، وزي ما يكون في حد اعترض طريقها، وبسبب إنها كانت خايفة اتكعبلت ووقعت على الإزاز واتعورت. بعدها بقى دخل عليها شخص غريب جدا ومش باين له اي ملامح وراح خاطفها. وبعد مرور كام يوم على اللي حصل ده بنروح لعيله كده مكونه من 4 افراد، وهما الاب كينان والام واولادهم كيفن وتايلر. وكيفن ده بقى بيكون مهتم جدا بمجال التكنولوجيا بطريقه مش طبيعيه، وذكي جدا برمجه، وحرفيا مقضي حياته كلها على العاب الاونلاين والكمبيوتر. حاليا بقى واثناء ما كيفن كان بيلعب اللعبه بتاعته بيجيله كينان وبياخده للدور الارضي علشان يصلحوا جهاز تسجيل الفيديو القديم بتاعهم. وهو في الاساس مش محتاجه يصلح الشريط ولا حاجه، والفكره هنا انه عايز يقعد معاه شويه ويبعده عن التكنولوجيا والسوشيال ميديا. وفي نفس الوقت ده جت الشرطه الكنان ومعاهم بنته تايلر، وبنعرف بقى انها بتخرج من البيت من غير اذن ومن غير ما تعرف اي حد، وكمان بتروح الحانات وبتسرق منها. والمرة دي الشرطة قفشتها بس ادت لها تحذير، والمرة الجاية هتتحبس. وبعدها فضل أبوها ومامتها يعاتبوا فيها، لكنها بتكون متجاهلهم خالص ومش مهتمة بأي حاجة هما بيقولوها. وساعتها كنان وآلن فكروا في فكرة كده إنهم يخرجوا مع بعض كلهم ويبعدوا شوية عن البيت، بحيث يعني إنهم يقربوا من بعض شوية. وفي الفندق بقى بنشوف سبرينج وهي مربوطة في الكرسي، وبيدخل عليها الشخص اللي خطفها وبيفضل يعذب فيها بأبشع الطرق الممكنة. وعلى الجانب الآخر بنكتشف إن آلن في الأساس حجزت في نفس الفندق ده، وبيتضح انهم هيقضوا خروجتهم فيه، وده لانه رخيص ومن الناحيه التانيه هادي شويه. حاليا بقى وبعد ما العيله كلها دخلت الفندق استقبلهم موظف الاستقبال واللي اسمه لوك، وبيعرفهم على التفاصيل والغرفه شكلها عامل ازاي ومكان اقامتهم. لكن المشكله اللي موجوده في الفندق حاليا ان الانترنت مقطوع عن الفندق كله، لا وكمان مفيش اي تليفونات في الغرف. ودي حاجة غريبة جدا الصراحة، لكن دي تعتبر حاجة كويسة بالنسبة لألان علشان أولادهم يقضوا معاهم وقت كويس بعيد عن الإنترنت. وفي المقابل بتتسحب تايلور زي ما بتعمل كل مرة وبتهرب منهم، وبتروح عند 2 شباب اسمهم ثيو ولويس، وبتفتح معاهم كلام وبتتعرف عليهم، وبتعرف منهم هم قاعدين في أي غرفة. وبتجيلها مامتها وبتاخدها وبيقعدوا على ترابيزة جانبية وبتحذرها إنها تسرق أي حاجة من الفندق. وأثناء حديثهم مع بعض بيقدم لهم موظف البار اللي اسمه مارك المشروب المعتاد لألان. وللعلم آلن في الأساس بتيجي هنا كذا مرة. المهم وعلى آخر الليل كده وبره الفندق خرجت واحدة من العمال علشان تركب عربيتها وتمشي، لكن وقتها بتشوف شخص غريب جدا وواقف بعيد وبيحاول يشنق نفسه، فبسرعة فضلت تفتح باب العربية علشان تهرب، لكن الباب فجأة اتقفل من جوه، والأغرب من كده إن المفاتيح اختفت كمان فجأة. والشخص الغريب ده اختفى هو كمان، ومرة واحدة رجع ظهر في العربية وخبطها وخطفها زي ما عمل في سبرينج. وبعد شوية بيجي مدير العمال بتاع الشفت الليلي وبيسأل لوك علشان يعرف سبرينج فين، وده لأنها مختفية من امبارح. وفي نفس الوقت واثناء ما كيفن وكينان رايحين اوضتهم وقفوا كده مع عامل الصيانه واللي اسمه بين وهو بيركب كاميرا المراقبه في الممر. وهنا بنلاحظ حاجه غريبه جدا، ان الفندق مترشق بكميه كاميرات مراقبه في كل مكان حرفيا. وبنرجع للوك وهو واخد مدير العمال في المخزن علشان قال له ان سبرينج موجود هناك، لكنه ما بيعرفش ان هو عامل له كمين اساسا، وفعلا راح خبطه على دماغه وجاب اجله. وبعد ما الكل خلاص استقروا في غرفهم رجع بين للمخزن وشاف لوك وهو مخلص على مدير العمال، والغريب انه ما اداش اي اكشن. والاغرب ومن كلامه معاه بنكتشف انهم مع بعض وفي حاجه هم مرتبين لها احنا مش فاهمينها. وفي النهايه بعد لما مشي بين قفل لوك الباب الرئيسي للخروج برمز سري. وفي المقابل وفي وقت ما كان مارك بيلعب لعبته المفضله في غرفه الالعاب الخاصه بالاطفال بيدخل عليه شخص غريب جدا لابس ماسك غريب وبيبقى مكتوب على التيشيرت بتاعه رقم 1، لكن الشخص ده مشي
ماشي وفجأة جه من الناحية التانية واحد تاني نسخة منه لكن حجم عائلي شوية، وده بقى مكتوب عليه رقم 4. وحرفيا الشخص المقنع ده مسك مارك وخلص عليه وعذبه بطريقة سادية جدا. ولحد دلوقتي احنا مش فاهمين المجموعة المقنعة دي بتعمل ليه كده في الناس. وفي غرفة عيلة كنان اتسحبت تايلور وخرجت من الغرفة وراحت للغرفة 207 واللي بيكون قاعد فيها ثيو ولويس. وقتها بتفوق ألين على صوت مزعج جدا من الغرفة اللي جنبهم، وبيصحى كنان هو كمان وبيروح لهم علشان يوقفوا اللي بيعملوه ويناموا. وفي المقابل ظهرت واحدة من المقنعين في غرفة أحد النزلاء، ودي بتكون رقم 3 ومحدش عارف هي دخلت الغرفة ازاي أساسا والباب مقفول. وبيظهر واحد كمان من المقنعين واللي بيكون مكتوب عليه رقم 2. وفضلوا الاتنين يقتلوا في الراجل وحبيبته بكل عنف ودموية. لا وكمان كانوا بيستلذوا ومستمتعين جدا بالموضوع ده. وبسرعة كده بنفهم انهم فريق مع بعض، وخلينا بقى نسميهم بأرقامهم علشان الموضوع وتركز معايا. وعلى العموم بعد لما بيرجع كنان للغرفة بتاعته بيكتشف ان تايلور مش موجودة، وبسرعة كده بيفهم انها خرجت مع الشباب. وبياخد كيفن في ايده وبينزل يدور عليها في الفندق كله. ولما وصل عند الباب استغرب انه مقفول بالرمز، وكمان في كاميرا مراقبة على الباب، وساعتها مش بيبقى فاهم اي حاجة. والاسوأ من ده كله ان رقم 1 راح لإيلين، وطبعا هي قاعدة لوحدها وقدر انه يدخل لها من الباب الخلفي وبيخلص عليها وبيعذبها بدون اي رحمة. وبنرجع لكنان وهو مستمر في البحث عن تايلور، وهو في طريقه راح لاحد النزلاء اللي اسمه ديفيد. والصدفة ان هو كمان بيكون عنده علم بالابواب المقفولة، وبيقول له انه حرفيا كل ابواب الفندق ده مقفولة، ودي حاجة مش طبيعية. والمشكلة الأكبر من ده كله إن الشبكة كمان اتقطعت عن الفندق. والغريب في الأمر إن لوك في الأساس قاعد في غرفة كده متصلة بكل كاميرات المراقبة اللي في الفندق. لا وكمان بيكون شايف كل حالات القتل اللي بتحصل في الغرف، وما بيكونش بينطق خالص، زي ما يكون كده عنده علم باللي بيحصل. والعجيب والغريب انه بيكون حابس معاه مدير العمال وبيفضل يعذب فيه بنفس الطريقه الساديه، وبكده بيتاكد لنا ان هو على علم باللي بيعملوه فريق المقنعين في الناس. وبعد ما بيرجع كنان على الغرفه بتاعته اتصدم لما شاف ألين غرقانه في دمها، وساعتها مش بيبقى فاهم مين وليه بيعمل كده واستفاد ايه في النهايه. وفي نفس الوقت بيجيله ديفيد وبيعرف انه كان شرطي سابق لكنه حاليا متقاعد، وده يعني علشان كنان كان خايف لا يكون هو اللي عمل في مراته كده. على العموم ديفيد بعد ما شاف الجثه بياخد كنان معاه للغرفه بتاعته علشان يفكروا مع بعض بهدوء ويعرفوا ايه سبب اللي حصل ده. وساعتها بياخدوا قرار انهم لازم يلاقوا تايلر في اسرع وقت ممكن قبل ما يحصل لها اي مكروه. وعلى الناحيه التانيه بنشوف تايلور اصلا مع ثيو وفي طريقهم حاليا لحفله كده معموله في المدينه، وساعتها بتكون حاسه بالذنب من ناحيه عيلتها، وده لانها اتصرفت من غير ما ترجع لهم. وفي الفندق وبعد لما اتجمع مجموعه من النزلاء في الساحه، وساعتها محدش فاهم اي حاجه من اللي بيحصل وليه كل الابواب مقفوله بالشكل ده. بيوفر عليهم لوك كل اسئلتهم دي وبيعرفهم انهم بقوا خلاص جزء من اللعبه بتاعته واللي هم وقعوا عليها من غير ما ياخدوا بالهم، وده اثناء ما كانوا بيحجزوا، بالاضافه الى فريق المقنعين اللي هيخلصوا عليهم واحد ورا التاني. وبالمناسبه هم كده ما بقاش قدامهم اي مفر ولازم يواجهوا مصيرهم، وان المتحكم فيهم حاليا هو لوك. وسريعا كده بنعرف ان اللعبه دي اسمها لعبه القتل، واللي بيصممها لوك، وبيضم فيها فريق المجانين دول وبيحتلوا الفندق علشان يقتلوا الناس فيه. وفي النهاية الناجي الوحيد هيفوز بالجائزة. وللعلم اللعبة دي لايف على البث المباشر حاليا بقى. وبعد ما النور كله اتطفى بنشوف رقم 4 ورقم 1 بيخلصوا على 2 من الموجودين بكل وحشية. وما استكفوش بكده، لا كمان فضلوا يطاردوا في الباقيين وبيخلصوا عليهم واحد ورا التاني. والغريب في الامر ان ديفيد ما كانش راضي يستخدم السلاح بتاعه، وبسرعه بياخد كنان وبيهربوا هما الاتنين من المكان قبل ما يكون مصيرهم زي البقيه. وفي نفس الوقت ده لوك بيكون قاعد مستمتع جدا بحالات القتل اللي بتحصل قدامه وبالطريقه الساديه اللي بتستخدم لقتل الضحايا، وشكله كده مريض نفسي. وكيفن قتل فرحته لما قدر ان هو يخترق نظام الحمايه بتاعه، واتصل كمان بالكاميرات وشاف رقم 4 وهو بيخلص على لويس. لكن لوك قدر يرجع نظام الحماية التاني، وقدر انه يستفزه بكلامه علشان يخليه يفتح الباب ويخرج ويتقتل زي الناس. واثناء ما كان في مجموعه من النزلاء بره الغرفه بتاعتهم واللي اسمهم ميشيل وبيرا وبين، وكانوا وقتها عايزين يفهموا ايه اللي بيحصل حواليهم، فجاه بيظهر لهم رقم 2 و3 وبيقدروا انهم يقتلوا واحد منهم وهو ميشيل. وفي المقابل قدرت بيرا ان هي تهرب وسابت لهم صاحبهم بين يلعبوا بيه، وحرفيا كانوا فعلا بيلعبوا بيه وفضلوا يعذبوا فيه لحد ما مات. واثناء ما كانت بيرا بتحاول انها تهرب اتصادفت بكيفن، وكمان قدر رقم 1 ان هو يعترض طريقهم وبسرعه بيقدروا يهربوا منه قبل ما يخلص عليهم. لكن كل الغرف كانت مقفوله وكل الناس رفضت تفتح لهم، وبسرعه بيروحوا عند الاسانسير وده كمان كان مقفول، ورقم 1 كان على بعد خطوه ان هو يخلص عليهم. والاسوأ من كده ان لما الاسانسير فتح بيتصدموا لما بيلاقوا رقم 3 فيه، وبتاخد بيرا علشان تخلص عليها، لكن كيفن قدر ان هو يهرب منهم
وفي نفس الوقت ده بنشوف ديفيد وكنان وهما بيتحركوا في الفندق بحذر، وبنرجع تاني لبيرا واللي بتكون قدرت ان هي تهرب من رقم 3 قبل ما تخلص عليها. لكن زي ما احنا عارفين ان مفيش اي طريق للخروج من الفندق ده، وفي النهاية بيرا بتقدر ان هي تخلص على رقم 3 قبل ما تخلص عليها، وبسرعة هربت قبل ما رقم 2 يخلص عليها هو كمان. والعجيب في امر المقنعين دول انهم مش بيتكلموا نهائي وزي ما يكون لسانهم مقطوع. المهم بعد لما رقم 2 عرف مكان بيرا وراح لها علشان يخلص عليها، قدرت بيرا انها تخرج من شباك كده في المخزن قبل ما يتمكن منها. بس يا فرحة ما تمت، اول ما خرجت لقت في وشها واحد من المقنعين وخلص عليها. والظاهر كده محدش هيقدر ينجو من الفندق الملعون ده. وحاليا بيرجع كنان للغرفة بتاعته علشان يطمن على كيفن، وبيكتشف ان كيفن مش موجود في الغرفة من الاساس. وهو في طريقه للخروج علشان يطمن عليه بيقابل في وشه رقم 4 واللي محدش بيقدر عليه حرفيا، وبيمسكه هو وديفيد وبيطحنهم في بعض. لكن بسرعة بيتصرف ديفيد وبيروح خبطه على دماغه، لكن الضربة ولا كأنها أثرت فيه. وفي المقابل بيروح ماسك مسدس ومخلص عليه، والموضوع كله خلص في الآخر بطلقة. ساعتها بقى رقم 1 كان بيطارد كيفن علشان يخلص عليه، لكن كيفن قدر ان هو يهرب منه وبيستخبى في المطبخ بتاع الفندق. بس في النهاية يعني قدر رقم 1 ان هو يلاقيه وكان خلاص هيخلص عليه، لكن لحسن حظه ضرب انذار الطوارئ، ولوك استدعى كل فريق العمل. وبعد شوية بقى بيرجع ثيو وتايلور، وما بيكونوش عارفين بالمجزرة اللي كانت حاصلة في الفندق من شوية، وبيكونوا واقفين في الممر والنور كان مطفي، وبالتالي ما بيكونوش شايفين الضحايا. لكن فجأة النور جه وجاي معاه رقم 2 علشان يخلص عليهم، وفعلا بيهجم عليهم بالسيف اللي معاه وبيرشقهم هما الاتنين في بعض. وفي النهاية خد بعضه ومشي. وفي وقت هروب ديفيد وكنان قابلهم رقم 1 ومسك كنان، وكان فاضل له خلاص ثواني وهيخلص عليه. وساعتها ديفيد ما كانش راضي يضرب عليه نار وبيستندل معاه وبيسيبه وقال له انه عايز يخرج من المكان ده. والفكرة هنا في الخروج من الفندق، وهو انه لازم يفضل عايش. وبيتضح لنا ان الجايزة هي الخروج من الفندق. وفي النهاية بيكمل طريقه للمخزن وبيدخل الغرفة اللي كان قاعد فيها لوك. وحظه ان لوك ساعتها ما كانش موجود فيها. وقتها بقى كان منتظر رقم 1 يخلص على كنان علشان يفوز، لكن بيجي واحد من الفريق من وراه وكان متخفي وبيروح مخلص عليه. وبنكتشف انه لوك وكان مخبي نفسه وعامل نفسه بمثابة كارت احتياطي، بحيث ان لو حد غش زي ديفيد كده يخلص عليه. وغير كده هو ما كانش هيكسب اساسا، وده علشان كيفن كان لسه عايش وهو ما حسبش حساب النقطة دي. وبسرعة بيرجع لوك للمايك وبيبلغ فريق العمل ان لسه في شخص عايش، وبيعرفهم ان اللي هيقتل الضحية الأخيرة دي هياخد أعلى نقاط. وفي المقابل الفريق اتحمس جدا وانطلقوا من بعدها يدوروا عليه، وبيفضلوا يدوروا ويدوروا على كيفن. وفي نفس الوقت ده بنكتشف ان تايلور كمان لسه عايشة، وان السيف ما وصلش لأحشائها واتصابت بس بجرح في بطنها. ولوك ساعتها كان متابع الفريق بكل دقة، ورقم 1 بيقدر ان هو يوصل لكيفن. والمفاجأة ساعتها بيطلع في النهاية هو نفسه كنان، وبيتضح لنا انه ساعة ما كان بيتقاتل مع رقم 1 قدر ان هو يغلبه وتنكر في لبسه، وده علشان يقدر يتحرك في المكان ومحدش يعترض طريقه. وحاليا رقم 2 اقتحم عليهم المكان، فبسرعة كنان عمل حركة ومثل ان هو قتل كيفن علشان يتخطاه. وبسرعة لوك بينبه رقم 2 ان دي خدعة علشان هو راجع التسجيل وشافه. وفضلوا بعدها الاتنين يتخانقوا، بيتدخل كيفن وضرب رقم 2 في رجله، وده علشان يعطله. وفي النهاية ولع عليه النار وشوه له وشه وهربوا بعدها. وفي المقابل بقى اتعصب لوك جدا وقرر ان هو هيخلص عليهم بنفسه، وبعد لما قابلهم وكان خلاص هيخلص على كنان، لكن بسرعة كنان بيتمكن منه وبيخلص عليه هو الاول. والمفروض بعد موت لوك بتبقى اللعبة انتهت، لكن العيلة دي منبوذة بمعنى الكلمة، وده لأن تايلور جت تنقذ كيفن وكانت مفكراه واقف مع واحد من المقنعين، لكنها صابت أبوها بالغلط وخلصت عليه. بس خلاص مفيش وقت للحزن، وده لأن لوك لسه عايش بعد كل الضرب اللي هو خده ده، وبيروح منقض على تايلور. لكن تايلور بتتصرف بسرعة وبتخلص عليه وبتطير راسه بالساطور. وفي النهاية بتوصل الشرطة وأنقذتهم وخرجتهم من الفندق بسلام. ولو انت مفكر ان الموضوع خلص لحد هنا تبقى غلطان، ده لسه في شوية جحيم اكتر من اللي فات. والمرعب بقى ان نفس الناس اللي شغالة مع الاسعاف هم فريق المقنعين اللي كانوا بيذبحوا وبيقتلوا في الناس. وحاليا بقى بنشوف على تليفون واحد منهم رسالة مبعوثة من شخص مهم جدا، واللي فيها تفاصيل الجزء الثاني من اللعبة. وبيتضح لنا ان الموضوع كبير جدا فوق ما تتخيل، وان في منظمة كبيرة جدا مسؤولة عن اللعبة دي. وكمان كل اللي حصل ده كان متذاع على البث المباشر، وان في مرضى نفسيين كتير موجودين بيستمتعوا بالنوع ده من التعذيب. لحد هنا صديقي وبينتهي فيلمنا. لو عجبك التلخيص لايك شير سبسكرايب، واشوفكم الفيلم اللي جاي. كان معكم محمد خليل، سلام.